بما إني شغال في مجال الكلاود والديف اوبس من فترة، أحيانا بنسى التحديات اللي كنت بواجهها وأنا لسه ببتدي، وعلى أساسه عملت فوت ليكم حابين يكون الفيديو اللي جاي وحضراتكم اخترتوا إزاي نبقى في مجال الديف اوبس على حسب الخلفية اللي إحنا جايين منها. فعشان كده عملت الفيديو ده وعشان أوضح لو أنا هبتدي من الصفر وأحط نفسي مكان هعمل إيه. فهشارك معاكم خريطة الطريق لو عايز أبتدي في مجال الديف اوبس على أساس كذا خلفية مختلفة. فبعد التفكير أغلبنا بيبقى جاي من خلفيات اللي هاتكلم عليها دي، وعلى أساسه هاتكلم عنهم هم كالآتي. لو أنتوا جايين من غير أي معرفة عن مجال الأي تي أصلا أو معرفة بسيطة، أو ممكن تكونوا مبرمجين ومطورين، وممكن تكون خلفيتنا سيستم ادمنستريتورز أو نتورك انجينيرز. فلو الخلفية بتاعتكم حاجة من دول فالفيديو ده هيكون مفيد جدا ليكم لو حابين تحولوا المجال الديف اوبس. في الأول عشان نفهم إزاي نبقى ديف اوبس انجينير لازم في الأول نعرف يعني إيه أصلا ديف اوبس، وده هتلاقوه في الفيديو ده واللي هسيب اللينك بتاعه فوق او في الديسكربشن. فزي ما اتكلمنا في اول الفيديو معظمنا هيحاول يخش مجال الديف اوبس من خلفيات مختلفه. فتعالوا نتكلم الاول لو احنا جايين من خلفيه سيستم ادمنستريتور او سيستم انجينير، ايه المفروض اعمله علشان ابقى ديف اوبس انجينير. فحضراتكم لو جايين من خلفيه سيستم ادمنستريتورز او سيستم انجينيرز فانتم المفروض فعليا عندكم الخبره في اداره وتشغيل وتطبيق السيرفرز وانظمه التشغيل، وبرضه عندكم خبرة في إدارة النتوركس والسكيورتي إلى آخره من مهام سيستمز انجينيرز، زي مثلا تعملوا باك اب وريستور وإزاي تعملوا تحديث للسيستمز وإزاي تقدروا تراقبوا الأنظمة اللي موجودة. وممكن تكونوا اتعاملتوا مع داتابيزز، وكل دي مهارات مفيدة ومطلوبة في مجال الديف اوبس، وده جزء الأوبس أو الدي زيرو أوبس زي ما بنقول عليها. وده يتضمن تجهيز البنية التحتية والدي 1 اوبس اللي هو زي إدارة ومراقبة الأنظمة. ومعظم السيستمز انجينيرز عارفين سكريبتنج وممكن كمان انسبل وتيرافورم، ودي مهارات مفيدة جدا في جزئية الانفراستراكشر از كود او الاوتوميشن. فحضراتكم كسيستمز ادمنستريتورز عندكم اساسيات قوية تخليكم تبتدوا في مجال الديف اوبس بشكل قوي. بس الحاجة الوحيدة اللي ناقصة هنا وهي ان مش كل السيستمز ادمنستريتورز او سيستم انجينيرز عندهم خبرة ومعرفة عن اساسيات السوفت وير ديفلوبمنت. فممكن يكون مطلوب مننا نبتدي نعرف اكتر عن الفيرجن كنترول ريبوزيتوريز زي جيت، وازاي الديفلوبرز بيستخدموا الجيت وبيعملوا بيلد للتطبيقات ازاي. بس مش معنى كده ان مطلوب منكم انكم تبقوا مطورين، لان البرمجه والتطوير مش من المهام الاساسيه اصلا للديف اوبس انجينيرز. المهم انهم يقدروا يعملوا اوتوميشن للسوفت وير ديفلوبمنت بروسيس عشان يقدروا يعملوا اصدار او زي ما بنقول عليه ريليس للسوفت وير للمستخدمين بسرعه وبطريقه فعاله. بس عشان نقدر نعمل ده فلازم نكون فاهمين ازاي التطبيقات دي اتطورت واتبرمجت وازاي اصلا بتشتغل، وبعد كده تبتدوا تتعلموا وتاخدوا خبره في ادوات والتكنولوجيز الخاصه بالديف اوبس. بعد كده تعالوا نتكلم لو انتوا جايين من خلفيه برمجه او انكم مطورين، ايه المطلوب مننا بقى هنا علشان نبتدي في مجال الديف اوبس. فحضراتكم كسوفت وير ديفلوبرز عندكم خلفيه قويه جدا عن البرمجه، وده جزء مهم في الديف اوبس سايكل. حضراتكم عندكم خبره ومعرفه عن السوفت وير ديفلوبمنت سايكل والبروسيس. بس الحاجه اللي ممكن تكون مش موجوده بشكل كبير هو اداره الانظمه والسيرفرز الموجوده، وده هيتضمن انكم تبتدوا تتعلموا وتاخدوا خبره في الاتي عشان تبتدوا تخشوا في مجال الديف اوبس. اول حاجه تتعاملوا مع السيرفرز وازاي تقدروا تديروا السيرفرز والانظمه اللي موجوده، وتقدروا تعملوا كونفيجريشن وتشغيل للموارد البنيه التحتيه زي النتوركس والسكيورتي والستورج. والاهم من ده كله انكم تعرفوا تعملوا الكلام ده على الكلاود، لان معظم الانظمه والتطبيقات هتبقى على كلاود. وبعد ما تكونوا كنتوا النقط دي تبتدوا تخشوا وتاخدوا خبره ومعرفه عن ادوات والتكنولوجيز الخاصه بالديف اوبس، زي مثلا الكونتينرز والاوركستريشن تولز زي الكوبرنيتس على الكلاود، وتتعلموا وتاخدوا خبره اكتر عن الكلاود بروفايدرز واداره الخدمات على الكلاود زي مثلا الاي دبليو اس والايجر. وحضراتكم كمطورين او سوفت وير ديفلوبرز فهتبقوا ناس حريفه في البرمجه، وده هيسهل عليكم السكريبتنج وهيسهل عليكم كتابه اللوجيك بتاعه الاوتوميشن فايلز. طب دلوقتي لو احنا جايين من خلفيه شبكات او بمعنى انا نتورك انجينير، فالمفروض اعمل ايه بقى عشان اخش في مجال الديف اوبس؟ فلو هنتكلم بكل شفافيه النتورك انجينيرز هو ابعد نقطه تقدر تخشوا فيها للديف اوبس عموما، مقارنه بانكم تكونوا جايين من خلفيه ديفلوبر او سيستمز انجينير.
فحضراتكم كنتورك انجينيرز عندكم خبرة قوية ومعرفة عن ازاي تقدروا تتعاملوا وتعملوا كونفيجريشن لأجهزة النتوركس المختلفة، وكمان مفاهيم قوية جدا جدا في النتوركس بروتوكولز، وكل ده على مستوى الانفراستراكشر. بما ان في تطوير كبير في البنية التحتية والناس بدأت تنقل للكلاود، حضراتكم كنتورك انجينيرز بدأتوا تطوروا نفسكم في النقط زي مثلا ان يبقى عندكم خبرة ومعرفة عن الكلاود نتوركينج او السوفت وير ديفايند نتوركس. فده هيسهل عليكم فهم نتوركس اللي ما بين الفيرتشوال ماشينز وكمان النتوركس ما بين الكونتينرز، وده جزء مهم جدا جدا لان عشان التطبيقات تشتغل بشكل فعال لازم الديف اوبس انجينير يكونوا فاهمين كويس جدا ازاي التطبيقات بتتواصل مع بعض. والنتوركس عموما من اصعب الجزئيات في الفهم، خصوصا في الدوكرز والكوبرنيتس، وكمان في تامين الكوميونيكيشن بتاعنا. فعشان كده خلفيتكم في النتوركس فيها ميزه كبيره جدا جدا في فهم واساسيات المفاهيم الكونتينر نتوركس وسكيورتي. وبرضه معظم النتورك انجينيرز عندهم خلفيه في السكريبتنج زي الباش والبايثون او اي لغه تانية، وده هيسهل عليكم جزئيه الاوتوميشن. هيبقى المطالب من حضراتكم فهم اكبر وتركيز على ادوات الديف اوبس والمفاهيم الديف اوبس، وبرضه تطوير عنيف في منطقه السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس بشكل قوي جدا. نيجي بقى للجزئيه المهمه. طيب انا واحد ما عنديش اي معرفه عن اي حاجه خالص في الاي تي او معرفه بسيطه في مجال الاي تي، وقريت عن الديف اوبس وشويه حسيت ان المجال ده شدني وعايز ابتدي فيه، فالمفروض بقى اعمل ايه؟ والصراحه الموضوع ده فيه تحدي كبير جدا، لان زي ما قلنا قبل كده في الفيديو ده ان الديف اوبس مش بنصح بيه اي حد مبتدئ او لسه بيقول يا هادي في مجال الاي تي. طيب انت ليه بتقول كده؟ لان ببساطه مفهوم الديف اوبس الفعلي ان احنا بنحاول نعمل اوتوميشن للعمليات وتطوير السوفت وير سايكل وتطبيقها في المنظمات، ودي مهام كانت موجودة قبل كده والناس كانت بتعمل العمليات دي كلها بشكل يدوي لسنين. فعشان تبتدوا تعملوا اوتوميشن للعمليات دي لازم يكون عندكم فهم قوي عن العمليات دي من الاساس. خلاص حضراتكم مش فاهمين العمليات دي مش هتعرفوا تعملوا ليها اوتوميشن اصلا، وليه احنا محتاجين الديفوب سايكل. فانا مش بقول كده علشان احبطكم خالص، انا بحاول اكون واقعي، ومش معنى ان احنا ما عندناش خبرة في الاي تي او خبرة بسيطة ده معناها إنه مستحيل أعرف أبتدي في الDevOps. الموضوع زي ما قُلت فيه تحدي كبير وهيبقى صعب، بس محتاج صبر وجهد وعزيمة. فأول حاجة لازم تتعلموها لو حضراتكم من غير أي خلفية أو عندكم معرفة صغيرة، هي إنكم تبتدوا أول حاجة تفهموا الSoftware Development Cycle. وده مش معناه إنكم تبقوا مبرمجين أو مطورين، الموضوع بسيط، المهم تكونوا عارفين كويس المفاهيم الأساسية عن إزاي الSoftware بيتعمل له development من أول للآخر، وإزاي المطورين بيشتغلوا. ممكن مثلًا نتعلم بايثون ونبتدي نطبّق بإيدينا مشاريع بسيطة وصغيرة جدًا، علشان نفهم أكتر الsoftware development cycle. المهم إنكم تجربوا بإيديكم، ما تعتمدوش على النظري والقراية بس. فأمثلة المشاريع الصغيرة اللي ممكن تخلّيك تتعلم حاجات كتير بسرعة، زي مثلًا إنكم تبتدوا تطوروا مشروع صغير بالبايثون على virtual machine على AWS مثلًا، وبعد كده تكرر نفس المشروع بس باستخدام الautomation tools، وبعد ما تكونوا مشيتوا ايديكم شويه تبتدوا تمشوا في الديف اوبس تولز والتكنولوجيز واحده واحده من غير تسرع ومن غير اي استعجال. طيب دلوقتي احنا خلاص عرفنا الخلفيه بتاعتنا وعارفين احنا عندنا خبره في ايه وعايزين نبتدي بقى في اللي احنا هنتعلم عن الديف اوبس تولز والتكنولوجيز. فشوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا اكتر في اللي هتحتاجوه تتعلموه في الديف اوبس بشكل منفصل. سلام.